ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل لكم صوابع زينب، فيلا بينا نشوف الطريقه. اول حاجه هنعملها هي الشربات. هنحتاج كوبايتين سكر وكوبايه ميه وعسل جلوكوز، وبالظبط يعني معلقه عسل جلوكوز. ويا جماعه لو ما عندكوش عسل جلوكوز ممكن تحطوا عسل ابيض عادي. فاول حاجه نبتدي نحطها ان احنا نحط كوبايتين السكر. هنجيب اي حله عندنا ونحط عليها كوبايتين. هنجيب الحله ونحط عليها كوبايتين السكر وهننزل عليهم بكوبايه الميه. هننزل عليها بمعلقه عسل الجلوكوز. ويا جماعه ما ينفعش نقلبه خالص، هنرفعه على النار بس كده، ومش هينفع نقلبه، هنرفعه على النار كده لمده 10 دقايق من غير تقليب خالص. ويا جماعه كده بعد شكله بعد ما طلع بنسيبه يبرد، وكل ما بيبرد كل ما بيتقل اكتر، لان الشربات بتاع صوابع الزينب بيبقى المفروض يعني يبقى تقيل. ونيجي بقى لصوابع الزينب نفسها. فيا جماعة هنحتاج معلقة خميرة وذرة ملح ومعلقة سكر وكوبايتين دقيق عادي وكوباية دقيق بسبوسة ونص كوباية سمنة وكوباية مية مش هناخدها كلها. وهنحتاج المعلقة المخرمة دي عشان هنشكل بيها صوابع الزينب. اول حاجة هنحطها هي دقيق البسبوسة. هنجيب طبق وهنحط فيه كل المقادير بتاعتنا، وبعد كده هننزل بالدقيق العادي. ويا جماعة هننزل عليه بالمية بالتدريج، بس الكاميرا مصورتش الحتة دي. وده شكل العجينة بعد ما نزلنا عليها بالمية. ما نزلناش بالمية كلها، نزلنا يعني بنص كوباية يعتبر. بصوا الكوباية كانت مليانة، وبصوا خدنا منها حبة قد ايه بالظبط. يعني هننزل بالمية بالتدريج كده لحد اما العجينة متبقاش ماسكة قوي ولا طرية قوي. فيا جماعة اول حاجة ان احنا هنعملها كتلة كبيرة كده، وبعد كده هنقسمها لأربع حتت يعني صغيرين، مش صغيرين قوي، يعني هنقسم الكبيرة لأربع حتت. ويا جماعة ما تسيبوهاش تخمر قوي، عشان لو سبتوها تخمر كتير ممكن تنفش في الزيت. هنمسك بقى كده قطع قطع من اللي احنا قطعناهم، حاول نعملها كورة، ونبتدي نعمل في حتة حتة لوحدها. ويا ريت نبقى صراحة في الحتة دي علشان يعني ما تخمرش كتير. وهنجيب بقى كل قطعة من اللي احنا عملناهم دول هنعملها 2 طوال كده، وهنقطعها على حسب الطول اللي انتوا عايزينه في صوابع الزينب. يعني احنا حبيناها وسط فقطعناها لا كبيرة ولا صغيرة. كده هنجيب المعلقة المخرمة اللي انا قلتلكوا هنحتاجها، وهنفرش العجينة عليها كده حتة صغيرة يعني. وبعد كده هنرجع نلمها عشان تاخد شكل صوابع الزينب. طبعا انتوا شايفين يعني، عشان لو ما فهمتوش قوي. يا جماعة كل ما تعملوا حبة يعني حطوهم في الزيت عقبال ما تعملوا الباقيين، عشان زي ما قلتلكوا ما تخمرش كتير قوي، لان كده ممكن تنفش في الزيت ومش هتبقى حلوة قوي. يا جماعة طبعا يا ريت تعملوا شير لكل اصحابكم وقرايبكم والناس اللي انتوا تعرفوهم، عشان تكبروا قناتنا وتساعدونا بان احنا نعمل فيديوهات اكتر. وده يا جماعة شكلها كده بعد ما العجينة اتعملت قبل ما نحطها الاول، ده قبل ما تتحط في الزيت. وده كده شكلها بعد ما اتحطت في الزيت وكنا بنحطها في الشربات. ويا جماعه هي لونها في الحقيقه افتح، يعني لونها جولد في الحقيقه، بس هي الكاميرا مبيناها غامقه قوي، مش عارفه ليه الصراحه. ده كده شكلها يا جماعه، ما بتبقى مقرمشه من بره وطريه من جوه. ويا جماعه هي سهله قوي تتعمل بجد، ومش محتاجه يعني ملهاش مكونات كتير. فيا ريت تعملوها وتقولوا لنا رايكم فيها في الكومنتس، وان شاء الله هتعجبكم زي ما عجبتنا. يا جماعه خالته صممت ان هي تفتحها لكم عشان تشوفوا شكلها من جوه وتتاكدوا ان هي مقرمشه من بره وطريه من جوه. عشان عليها جوز هند من فوق كده للتزيين، لو انتوا مش بتحبوه خلاص عادي، هو يعني كده كده ملوش طعم اوي. يا جماعه بجد الكاميرا ظلماها جدا في التصوير. احنا اتأخرنا في الفيديو ده شوية علشان طبعا كنا مشغولين في بداية الدراسة وكده. وبس يا جماعة لو الفيديو عجبكم متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتدوسوا على زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وتعملوا شير لكل اصحابكم وقرايبكم. وبس كده، مع السلامة. يا جماعة نسيت اقول لكم احنا عاملين لكم مفاجآت كتير في الفيديوهات الجاية، فاستنوا الفيديوهات الجاية ان شاء الله هنزلها قريب ومش هنتأخر عليكم. يا جماعة كل اللي بيشوف الفيديو سواء من داخل مصر او خارج مصر يعملوا لايك وسبسكرايب علشان يدعمونا وننزل لهم فيديوهات اكتر، وان شاء الله الفيديوهات الجاية هتعجبكم. وبس كده، مع السلامة.